ضربة قاسية لسود الأطلس. الزلزولي خارج المونديال. تلقى المنتخب المغربي ضربة قاسية قبل أيام من انطلاق كأس العالم 2026 بعدما تعرض نجمها عبد الصمد الزلزولي لالتواء في الرباط الجانبي الإنسي للركبة اليمنى في إصابة من المرجح أن تحرمه من المشاركة في البطولة. وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب ريال بيتيس الإسباني اليوم الاثنين عن خطورة الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الودية أمام النرويج أمس الأحد في ولاية نيو جيرسي الأمريكية. وتوقف الزخم المغربي فجأة قبيل نهاية الشوط الأول، عندما سقط الزلزولي أرضا متألما بعد تدخل عنيف خلال ركلة ركنية، واضطر لمغادرة الملعب عاجزا عن المواصلة. وخضع اللاعب لفحوصات سريرية أولية، لكن وجود انتفاخ كبير على مستوى الركبة أعاق التشخيص الدقيق، ما استدعى الانتظار حتى زوال التورم. وبعد إجراء الفحوصات الشاملة عبر أحدث الأجهزة الطبية، أكدت النتائج إصابة الزلزولي بالتواء في الرباط الجانبي الإنسي للركبة، وهي إصابة خطيرة تتطلب فترة تعاف طويلة. ومن المتوقع بحسب موقع فوت ماكاوتو الفرنسي أن يغيب اللاعب البالغ من العمر 26 عاما عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع، وهي فترة تتجاوز بكثير مدة مشاركة المغرب في دور المجموعات. وتعد هذه الإصابة ضربة موجعة للمدرب محمد وهبي الذي يفقد أحد أبرز أسلحته الهجومية قبل المباراة الافتتاحية الحاسمة ضد البرازيل المقررة يوم الخميس المقبل. ويعتمد المنتخب المغربي بشكل كبير على سرعة الزلزولي ومهاراته الفنية في الجناح الأيسر، ما يجعل غيابه خسارة فادحة للطموحات المغربية في تكرار إنجاز مونديال قطر 2022. فهل سيقوم المدرب بإقصاء الزلزولي واستدعاء عثمان معمة؟